الاتحاد الدولي الفيفا ده دولة. الأمر الآخر الحقيقة، اتصل بيا صديقي العزيز المهندس ماجد سامي، وهو رئيس نادي طبعا وادي دجلة، وأيضا هو رئيس نادي ليرز البلجيكي، النهارده الظهرية، وهو أكد لي إن هو لأنه كان امبارح الكابتن عزمي مجاهد عمل مداخلة وقال فيها إن المهندس ماجد ورا هذا الأمر وكذا وكذا، والراجل كلمني وأكد لي، قال لي أنا مضيت على جواب ولا أعرف جواب، وأنا بعيد كل البعد عن الجوابات دي، ولكن أنا حابب أقول وجهة نظر أخرى، وبالتالي بقول له مساء الأنوار يا باشمهندس. مساء الخير يا كابتن مدحت. يا أهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا بيك يا حبيبي. كل أذان صاغية يا باشمهندس. سهرتني يا كابتن مدحت، ما انت بتتاخر جامد قوي. اوروبا خلي بالك، انا كنت فاكر لندن بيناموا بدري، اتضح بيناموا 3 و4 و5 الصبح. لا 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 لا، ده اللي انت كنت عندهم، بس احنا بننام بدري هنا في بلجيكا. بلجيكا بتنام بدري ها؟ اتفضل يا باشمهندس. يا كابتن مدحت، امبارح اتصل بحضرتك احد الاشخاص الذين يعملون لدى الاتحاد المصري لكرة القدم. نعم. وقال لك ان في جواب من الفيفا. الفيفا. ما هو قال الفيفا، انا طبعا أوكي. انا عارف ان هم الفيفا طبعا. بس هو قال لك انه جه جواب من الفيفا. ماشي. فانا هقول انه الاستاذ فيفا زلاطه اللي قال هذا الكلام امبارح. نعم. قال انه في 7 انديه اشتكوا الاتحاد المصري لكرة القدم. نعم. وذكر 6 انديه بس، اللي هم بيلا والبدرشين والسنبلاوين وطنطا ومطروح. وحضرتك اضفت نادي النصر، فهو اكد انه نادي النصر، ودول 6 انديه مش 7. نعم. ولم يذكر النادي السابع. ثم بدأ في مهاجمتي مهاجمه شخصيه. بدأها اولا بانه قال حاجه كده بتفكرني بمايكل منير، اللي هو الراجل اللي بيدعي انه زعيم اقباط المهجر، وراح رايح قايل لك افهمها زي ما انت عايز. واحنا عارفين مين اللي ورا الكلام ده. وفي الاول قال المهندس فرج عامر، قالوا لي المهندس فرج عامر، قالوا المهندس فرج عامر، ما قالش مين اللي قاله. وبعدين رجع قال انا اتاكدت انه مش هو. وبعدين فجاه راح قايل بيقولوا انه ماجد سامي. اولا انا ما اسمحش لهذا الشخص انه لما يذكر اسمي انه يذكر اسمي بدون لقب، لانه مش صاحبي ولا صديقي. نعم. فلما يحب يتكلم عليا بعد كده في برنامج محترم زي برنامج حضرتك، يا اما يقول المهندس ماجد سامي، يا اما ما يجيبش سيرتي خالص. اوكي. ثانيا هو اتهمني ان انا بشكك في امن مصر وفي امان مصر. انا زي ما حضرتك عارف، وزي ما هو انا مش محتاج اتكلم او اقول، انا النادي الوحيد في جمهورية مصر العربية اللي شلت من على فانيلتي الاعلان اللي كان محطوط، وحطيت ادخلوها امنين. مظبوط. ورينا يا محمد. على فانيلة النادي بتاعي مقطع من اغنية مأخوذة عن آية من القرآن الكريم، والبي فيفا زلاطه بيقول ان انا بشكك في امن مصر وامان مصر. ده انا كاتب ادخلوها امنين، يعني صحيح. بدعو السياح الى زياره مصر، وبستخدم آية من القرآن الكريم في الدعاية لمصر. فازاي؟ وعلى فكرة الإنجيل فيه 50 آية بتذكر مصر، ومع ذلك أنا اخترت آية من القرآن الكريم. نعم. فازاي البيبي يشبهني بمايكل منير وبيقول لك افهمها زي ما انت عايز؟ أنا أظن إنه الكلام ده عيب قوي، والراجل ده دخل في منطقة حساسة. وانا شفت النهارده الكابتن مجدي عبد الغني كان بيقرا على الاخ المحترم الصديق رئيس نادي النصر، كان بيقرا عليه قانون العقوبات، وكان بيقول له مش عارف يعاقب بالحبس كل من ادعى على شخص شيء غير حقيقي او لم يحدث. نعم. او في كذب. طبعا انا بس عايز اوضح نقطه معينه، وهي انه الاخ فيفا زلاطه من حوالي 6 اشهر كان نادي ليرسا البلجيكي اللي انا بتشرف اني اكون رئيسه كان محتاج سيرد باك. فهو اقترح عليا احد السيرد باكات المصريين اللي كانوا بيلعبوا في السعوديه. انا مش هذكر اسم اللاعب لان اللاعب ملوش ذنب ان احنا ندخله في هذه المهاترات. والحقيقه انا كنت سالت بعض الخبراء المختصين في كرة القدم في مصر، وحضرتك عارف بعضهم، وتعرف انت بعض هؤلاء الناس، وتعرف ان هم ناس محترمه وبتفهم في الكوره. نعم. سالتهم على رايهم في هذا السيرد باك اذا كان ينفع اخده ولا لا، فقالوا لي عليه انه لعيب تعبان.
فما قدرتش اخد اللعيب اللي الكابتن فيفا زلاطه اقترحوا عليا ان انا اخده سيرد باك عندي في بلجيكا، ومن ساعتها بقيت عدوه. فانا مش عارف، هو انا لو ما خدتش اللعيب اللي هو رشحه لي انه ينضم للنادي بتاعي اصبح عدو؟ وبعدين ما ينفعش الكلام ده. يعني انا حضرتك على شاشتك دلوقتي محطوط صوره جilberto اهو مكتوب عليه فيزيت ايجيبت. صحيح. يعني انا بحاول اسوق لمصر واسوق للسياحه المصريه. ازاي الراجل ده يدعي ان انا بشكك في امن مصر وامام مصر، وازاي يشبهني بواحد بتطالب المصريين كلهم بيطالبوا باسقاط الجنسيه عنه؟ نعم. عيب وحرام، وما ينفعش عشان واحد صاحبك او قريبك ما خدتوش عندي في فرقه من الفرق بتاعتي انك تشهر بيا بالطريقه دي. واعتقد ان وارجو من حضرتك انك ما تسمحش بعد كده في المستقبل للبرنامج بتاعك انه ناس كل هدفهم مصلحتهم الشخصيه ان هم يتكلموا ويقولوا هذا الكلام. واتمنى انه في يوم من الايام يرجع الاعلام في الاتحادات المصريه بيدار بناس محترمه زي ما ايام ما حضرتك كنت بتدير هذا الجهاز الحساس، مش يجيبوا لعيب لما لو كان في يوم من الايام لمس الكرة برجله كانت بتتحسب عليه فاول. يعني طبعا اولا طبعا انت عارف معزتك عندنا قد ايه طبعا يا باشمهندس اكيد، ومن يا حقك. كابتن مدحت، نعم اتفضل. انا ما سمعتكش، معلش كرر الكلام ده. لا انا كنت بمدح فيك، يعني كنت بقول انت عارف معزتك عندنا كبيره اكيد، واكيد من حقك تماما ان انت تبدي وجهة نظرك في هذا الامر، وانت لم يكن لك اي دور في مسألة الخطاب المرسل، وبالتالي من غير المقبول انه يعني يزج باسمك في امر انت غير موجود فيه اطلاقا. ويعني اتمنى ان انا اسمع منه اعتذار قريبا في هذا الامر، ويعني الامور تبقى على خير بعد كده ان شاء الله. كتر خيرك يا كابتن. اشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. هذا حقه 100%، مفيش شك في هذا، واحنا لابد ان احنا كلنا نحترم بعض بالفعل، واذا تناولنا حتى البعض فلابد ان نتناول البعض بمنتهى الاحترام. والنهارده كلمني المهندس ماجد، هو صديقي جدا الحقيقه، واكد لي ان هو ليس له اي دور في هذا الخطاب من قريب او من بعيد، فليه زج باسمه.